ماما في ايه؟ هروح مع ثانيه وريل الكوافير. كوافير ده ايه؟ وانت مين اساسا قالك انهم رايحين لكوافير؟ ما هم جوه بيلبسوا هم. ما يلبسوا هو باللبس، ما اللي لبسوه يقلعوه. ناخد راي ابوك الاول. الحاجة عايزاك. ايوه. يعني ايه؟ انا مش قلت البنت دي ما تخرجش من البيت؟ جرى ايه يا فاطمه؟ انت مش عارفه تحكمي ولادك؟ وتتزوق وتتزفت ليه؟ مش الواد العريس ده شافها قبل كده؟ لا اله الا الله. فاطمه انا مش فاضي للمسخره دي، والكلام اللي قلته قبل كده هو اللي هيمشي، وانت المسؤوله. واسمعي، بلغي بنتك طول ما الراجل وابنه عندنا مش هتخرج من اوضتها. ايه؟ خلاص بقى انا مش فاضي، انا عندي شغل. خير يا حاج، مش تفرحنا معاك؟ ده لسه كلام بس يا سيد. والكلام على مين من البنات؟ ثانية. ربنا يتمم بخير. ومين العريس؟ ابن الوزير حته واحده. ابن الوزير؟ يا نهار اسود ومنيل. الله، هم مالهم ضاربين علوي قوي كده ليه؟ بس يا ريت الحاج يوافق. كمان يا ريت الحاج يوافق. امال عايز يتجوزها ايه؟ مليونير؟ مش قلت لك يا ماما احنا مش قدهم؟ ما تقولش كده يا حبيبي، بكره لما تاخد شهادتك هتبقى قدهم وقدود. افضل انت كده نامي واحلمي لما تصحي وتفوقي وتعرفي قيمه نفسك. يا راجل ده ابن خالهم واختك قلبها معانا. بس الكلمه كلمه الحاج. ايوه يا ماما، اللي بيقوله بابا ده صح. يا دي رايه، الداوي على الودان امر من السحر. بس الغريب يا ماما انهم ما عزموناش. لا دي كانت قرايه فاتحه بس يا بطه. عقبالك يا بطه يا بلبوطه يا روح امك لما تنولي اللي في بالي. بلاش تقولي الكلام ده قدام البنت، بلاش. احنا عايزين بطه كده تتشطر وتكمل علامها. انت قصدك ايه يا ماما؟ لا ما قصدهاش حاجه، ما قصدهاش حاجه. روح انت جهز العشاء، جهز العشاء يلا بسرعه بسرعه. يا وليه يا وليه بلاش تقولي الكلام ده قدام البيت، بلاش تعشميها في حاجه لسه في علم الغيب. وربنا اللي خلق الخلق ما حد واكسنا وجايبنا وراه الا انت. انا واصله، انا هروح اشوف اللي ورايا بعد اذنكم. لازم تعرفي هبات هقول لك كل شيء اسمه نصيب. عرفت ان كل شيء اسمه نصيب، بس الواحد يتكتك يخطط. يا سبحان الله، هو الجواز بالعافيه يا وليه؟ هي القرابه دي شويه يا راجل؟ الحاج ما يعرفش غير مصلحته بس، ما يعرفش غير هات وخد، والحمد لله ادينا عايشين في خيره ومغرقنا ومغطينا. طب يكمل جميله يقببنا شويه على وش الدنيا بدل الهدوم اللي بقالها عندي 10 سنين اغسل والبس فيها. كان يوم اسود يوم ما اتدبست فيك، يوم اسود. كان يوم ملوش ملامح يوم ما اتجوزتك. ربنا يسامحك يا فاطمه يا اختك، ربنا يسامحك. يا لهوي، دي اختي دي ولا دي مانيش عارف. الجلاليب اللي انت مطلعاها دي كلها خلصيني، ناوليني اي جلابيه. يوم مش لازم تبقى بقيمتك قدام الناس. شوف الوليه، هي الجلابيه اللي بتعمل لي قيمه يا فاطمه؟ يوم انا عارفه قيمتك كويس، بس اللي جايين دول اساسهم منظر. تكونيش فاكرين ان انا هبقى العريس. فشر عريس ده انت اجدع من 60 عريس. امال الواد عبد الوهاب فين؟ خرج من شويه. خرج؟ ليه؟ ما حدش قاله ان في ناس جايين يتكلموا على اخته؟ عارف وقايلاله. يكونش العريس مش عاجبه؟ مش كان يقول لنا وينورنا؟ قال لي ما دام اختي موافقه خلاص انا ماليش لازمه. الواد ده محدش عارف ايه اللي بيدور في دماغه، لكن اللي انا حاسه انه ماشي بالمعوج. يا خساره، كان نفسي يتعدل، كان اعمل ايه بقى؟ اهو ده حظي في ابني الوحيد. بقول لك ايه يا عبد، الواد ده لو جوزناه مش ينصلح حاله؟ يا ريت ايدي على كتفك. بس ده نجوزه مين؟ مالناش دعوه، هو اللي يختار. يختار ده ايه؟ ده احنا لو سيبناه لا هيروح ولا هيجي. هو حر، احنا مدينه حريته بالكامل، اما نشوف اخرتها معاه ايه. طب انت كمل لبسك وعقبال ما اروح اكمل بقيه الحاجه انا. ثانية يلا عشان تفتحي باب لعريسك. عارفة يا سونسون، أنا لو منك أقعد أغني عريسي جه. أنا جاية أهو. عريسي جه. أنا جاية أهو. بتتريقي حضرتك؟ اجري افتحي باب يلا. وأنا أفتح له الباب ليه؟ هو عريسي ولا عريسك؟ ايوه،
اقعدوا تعزموا على بعض كده لحد العريس وهو يزهقوا ويخلعوا. يسمي في دمكم انتوا الاثنين، واحده فيكم تقوم تفتح، انا ما اقدرش افتح الباب. يا اختي يا ننوسه مكسوفه، مش حاجه. انا مش مكسوفه ولا حاجه، ما انت عارفه ان بابا محرج عليا اخرج من الاوضه دي. بقول لكم ايه، افتحوا الباب بسرعه، العريس هيطير. استنوا نظيرة فتحت الباب. فرش غالي لكن ما فيهوش ذوق. بس الشقة كبيرة قوي. دول شقتين مفتوحين على بعض. بيقولوا إن عنده 4 عمارات. ده غير فيلا في شارع شجرة الطر. يا اهلا يا مرحب. يا اهلا. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا يا ابني. ازيك يا عمي؟ اتفضلوا. ازيك يا مصطفى بيه؟ الحمد لله. يا ترى عجبك المصنع؟ كان نفسي تشوف المكن. مصنع هايل يا حاج. عارف يا مصطفى بيه، في الاول خوفوني منه، بعدين قلت يا واد جمد قلبك، الخيره فيما اختاره الله. ربنا يوفقك يا حاج. وانت كمان يا ابني مبروك. ابوك قال لي انك مسكت وظيفه كويسه في بنك. الله يبارك فيك يا عمدي، الحمد لله. ويا ترى ربطوا لك ماهيه كويسه؟ ايوه يا عمي. كام ان شاء الله؟ حوالي 300 جنيه. ياه شويه. عمي اصل كمان في حوافز وبدلات يعني. انت لسه بتقول يا هادي، بس بصراحه انا مش فاهم انت ليه مستعجل على الجواز كده. الاستقرار كويس قوي يا عمي، خصوصا لما الواحد يلاقي عروسه بنت ناس. ابن نبيل طول عمره منضبط في حياته، مش زي بقيه الشبان ما يفكروش غير في البنات والحاجات اللي تغضب ربنا. ونعم الاخلاق. لما كلمني عن بنتك قلت له ونعم الاختيار، لانه حقيقي يا حاج مش هيلاقي احسن منك عشان يناسبه. ربنا يخليك يا مصطفى بيه. وانت يا ابني عايز مين من بناتي؟ الانسه ثانيه يا عمي. انا ما عنديش مانع. متشكر قوي يا عمي. طلباتك يا حاج. انا ما بطلبش اي حاجه الا بالاصول. حسبي هاتي حط هنا. مساء الخير. اهلا بعروستنا، ما شاء الله ونعم الاختيار يا ابني. لا يا بابا، دي مش هي، دي اختها. ما شاء الله ما شاء الله. نرجع لموضوعنا يا حاج، احنا طبعا متفقين من حيث المبدأ. ربنا ما يجيبش خلاف. طيب بقى نتكلم في التفاصيل. قصدك يا مصطفى بيه نتكلم في الاصول؟